مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، وأي حد مبتدئ هيعملها بكل سهولة، غير إنها موفرة في الظروف اللي احنا فيها. وكمان هنعملها بربع كيلو من الكفتة فقط لا غير، وربع كيلو ده هيعمل معانا كمية كويسة تكفي أسرة بالكامل. تابع الفيديو للآخر وإن شاء الله هيفيدك كتير. قبل ما ابدأ الفيديو، انا اسماء طاهر. اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. ضروري انكم تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اي فيديو جديد انا بنزله ان شاء الله. يلا بينا ندخل في المقادير والوصفة بتاعتنا على طول. اول حاجة معايا ده ربع كيلو من الكفتة. حقيقة هي كانت نص كيلو، بس النص كيلو انا خدت نصه، يعني النص كيلو خدت نصه خليته ربعين. الربع الاولاني ده حمرته، عندي بيحبوه كده محمر، يعني اكتر ما يكون في الصلصة، فحمرته وسبته لهم كده علشان اذا ما حبوش ياكلوا اللي بالصلصة. اما ده اللي انا بعمله قدامكم اللي هعمله بالصلصة زي ما ذكرت هو ربع كيلو فقط لا غير. اول حاجة عندي طبق فيه زيت، وباخد شوية من الزيت في كف ايدي زي ما شايفين، وبعدين باخد قطعة وببتدي ان انا الاول اعملها بايدي زي ما موضح قدامكم كده، وبعدين بعملها مش على كف ايدي بالكامل، لا، عشان تكون متساوية الى حد ما، وما تكونش حتة رفيعة وحتة تخينة الى حد ما. فاحنا هنعملها في اخر كف ايدينا، وما نفضلش نمشي بيها لحد صوابعنا. اخر كف ايدينا بس هنبتدي ان احنا نخليها زي الاصابع كده. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي حمرتها في الزيت عادي خالص، ممكن يكون سمنة، ممكن يكون سمنة وزيت زي ما تحبوا، وبنفضل نقلب فيها لحد ما نوصل للدرجة واللون اللي انتوا شايفينه ده، وبنطلعها. بعدين بقى على النار ضفنا معلقة من السمن وعليها معلقة من الثوم المفروم، وبعدين ببتدي اقلبه لحد ما يصفر عندي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. اول ما يصفر بنزل بالصلصة بتاعتي، بعد ما بنزل بالصلصة بغطي عليها علشان تتسبك. هنا خلاص اتسبكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ونقصت خالص. زودتها مية وحطيت فلفل اسود وملح وكمون، وهي دي بس التوابل بتاعتي، ممكن بابريكا اذا حابين. اول ما ابتدت عندي بعد ما ضفت المية تغلي، نزلت بالكفتة بتاعتي غلوتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهننزل بالبطاطس. البطاطس كنت محمراها برضو في الزيت، فهي سهلة ومستوية ما فيهاش اي حاجة. هنضيفها على طول. بعد ما بنضيف البطاطس بتاعتنا يا دوب غلوة واحدة بس، يعني اول ما بحطها تبتدي تغلي كده غلوة واحدة فقط لا غير، هي مستوية. هنقفل عليها تماما علشان ما تتهريش مننا، وكل حاجة معانا مستوية وجميلة وزي القمر. عايزة اقول لكم ان اضافة البطاطس بتديها طعم، وطعم البطاطس ذات نفسها بيبقى حلو قوي قوي قوي، بعشقها جدا مع الكفتة. وطبعا لو حابين الصلصة تكون اكتر من كده فانتوا هتزودوا، انا بحب الكفتة تبقى ازيد من الصلصة. اما بقى بالنسبة للكفتة دي، الجزار هو بيعمل كل حاجة، بيحط الرز والخضرة وكل حاجة، كل حاجة هو بيحطها، انا بجيبها منه جاهزة كده. طبعا لو حابين انتوا تحطوا الرز وكل الحاجات دي وهو يعملها لكم مفيش اي مشكلة برضو. طعمها جميل وريحتها جميلة، كل حاجة فيها جميلة وسهلة وبسيطة، واي حد مبتدئ هيعملها بكل سهولة، غير انها موفرة في الغلا اللي احنا فيه. تكفي يعني اسرة من 5 ل6 افراد. حلوة قوي، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.